لو انت من الناس اللي بتخش تجيب اي دايت وبتحاول تجربه او تشوف حد من زمايله بيعمل ايه دايت ويحاول يجربه، خليني اقول لك ان انت خسران كتير جدا. خلينا نفهم ليه في حاجات بتجيب نتيجه مع ناس وما بتجيبش نتيجه مع ناس تانية. حتى في الدواء ليه في دواء معين اما اجي اديه لحد يجيب معاه نتيجه ومع ناس تانية ما ينفعهاش؟ ليه في دايت يبقى انت اخوك او اختك نفس السن نفس كل حاجه هي معاها جاب نتيجه وانت ما جابش معاك نتيجه؟ ليه في سبلمنتس في مكملات غذائيه بتجيب نتيجه مع ناس وناس تانية لا؟ الشفره والسر كله في الدي ان اي بتاعك، اللي هو الحمض النووي بتاعك او الصفات الوراثيه اللي موجوده عندك جوه الدي ان اي. خلينا نفهم كده بشكل مبسط. الدي ان اي هو موجود جواه الجينات اللي بتتحكم في شكلنا واللي بتتحكم في الوظائف الحيويه بتاعتنا. لما اقول كلمه وظائف حيويه جوه جسمي يعني انزيمز، الانزيمات او الانزيمز اللي بتقوم بكل التفاعلات الحيويه اللي جوه الجسم، طبعا منها عمليه الحرق ومعدلات الحرق وتكوين الدهون والتخلص من الدهون. جزء تاني في الموضوع ان الدي ان اي كمان هو اللي عليه الجينات اللي بتطلع الهرمونات، ومن ضمنها طبعا الهرمون الشهير اللي بيزود عندي معدل الحرق وهو الثيروكسين، ومنهم برضو الهرمون التاني اللي بيوقف عندي الحرق وهو الكورتيزول. فهنا اختلاف بقى قدرة كل جسم عن التاني في ان يقدر يشغل الدي ان ايه. هو ربنا حاطط جواه الكودز بتاعت البروتينز على الدي ان ايه، تفتح امتى، تقفل امتى، تطلعها بكميات قد ايه. ده اللي بيخلي واحد لو جربت معاه فرضا الميديترينيان دايت يبقى هايل جدا بالنسبه له، ويجي واحد تاني لا الكيتو دايت بالنسبه له انسب، مع ان الاثنين شبه بعض بالظبط. عشان كده دلوقتي بقى موجود البريسيشن نيوتريشن والبريسيشن دايتنج، اللي هو الدايتنج الدقيق المعتمد على النيوتري جيناتكس او النيوتري جينومكس. لما نسمع المصطلح بتاع النيوتري جيناتكس او النيوتري جينومكس نعرف ان احنا بنتكلم على الدي ان اي وما وراءه. نيوتري جيناتكس هنتكلم كمان في العوامل الوراثيه اللي موجوده عندي في الفاميلي في العيله اللي ممكن تاثر عليا غذائيا، وطبعا العناصر الغذائيه اللي معايا في الاكل بتاثر كمان على الدي ان اي وبالتالي بتاثر على البروتينات اللي هتطلع. ده كده انا بتكلم نيوتري جيناتكس، فانا بتكلم في الوراثه بتاعتها. نيوتري جينومكس بتكلم على حضرتك شخصك، باخد الدي ان اي بتاعك انت لوحدك ونتفرج عليه كده ونشوف ايه اللي بيأثر عندي، فايه لو اديته لك بكميه كبيره يبقى هايل، او لا محتاج اقلل الكميات بتاعته، او ده السبلمنت اللي يناسبك، او ده الدايتنج اللي يناسبك. ده الترند اللي موجود حاليا في اماكن كتير. ما نجريش ورا الترندات في انواع الدايتس او الترندات في استخدام السبلمنتس، لان انا ممكن ما اكونش محتاجه او ممكن اكون محتاج الحاجه دي بكميه اكبر. فضروري جدا ارجع استشير اطمن قبل ما اختار النظام الانسب ليا. افتكر دايما ان صحتك اهم.